هل جمال عبد الناصر هو اللي قتل الملك فاروق؟ عايز تعرف؟ هقول لك. لما تسمع عنوان الحلقة هتتخض. ايه هو اللي جمال عبد الناصر قتل الملك فاروق؟ الملك فاروق مات بالتخنة من كتر الأكل. موت الملك فاروق ده حادثة وقعت من ظهر التاريخ، محدش بيتكلم عنها خالص. ففضيلي بقى دماغك كده وتعالى احكي لك من الأول. يوم 23 يوليو 1952 قامت الثورة على الملك. مش موضوعنا بقى في الحلقة دي ان احنا نتكلم ان هو كان فاسد او بني ادم مش كويس. الموضوع خلاص فات. الملك اتنازل عن العرش وركب يخته المحروسة هو واولاده واتكل على الله على ايطاليا. طب اشمعنى بقى ايطاليا؟ بلا ادنى شك عشان ايطاليا حلوة وجميلة، بس طبيعي بقى وبأدنى شك انه طبيعي لازم يختار البلد اللي اتعزل فيها جده الخديوي اسماعيل واللي اتربى فيها جده الملك فؤاد. الملك فاروق هنا لما وصل ايطاليا اجر فيلا عاش فيها هو واولاده وعياله. طب والنبي هنا بقى ملك مطرود من بلده وراح عاش في ايطاليا، نفسيته هتبقى عامله ازاي؟ اكيد طبعا مش احسن حاجه. هنا بقى قضاها بقى سهر وخروجات وستات وشمبانيات وخرابها يعني، ودي حاجه ناس كتير ما تعرفهاش. متخيلين ان الثوره لما قامت الغت الملكيه؟ لا مش ده اللي حصل. وهنا الثوره عزلت فاروق فتنازل عن العرش لابنه الوحيد اللي اسمه احمد اللي كان لسه عنده 7 شهور، على اساس بقى هنا ايه؟ انه لما يتم السن القانوني يرجع يحكم. حتى مراته لما زهقت من فاروق من عمايله السوداء وعلاقاته الوسخه طلبت الطلاق، حقها الصراحه. هنا بقى الخناقه التمام قوي ما بينهم واتطلقوا وكل واحد راح لحاله. وهنا بقى فاروق خسر كل حاجه، عرشه ومراته بعياله، وطبعا بقى كل يوم مع واحده شكل وكلهم بنات ليل من طبقه 10 عشان هنا ما معوش فلوس. ما هو عبد الناصر حجز على فلوسه. والواحده من دول حلمها حتى ان هي تنزل لها صوره في اي صحيفه متصوره مع الملك، ان شاء الله حتى في صفحه الفضايح. مش موضوعنا. يوم 17 مارس 65 فاروق صحي عادي وعلى المغرب كده كلم واحده من اياهم عشان يخرجوا عادي. بس اللي مش عادي هنا بقى ان هم اتخانقوا خناقه لرب السما. ادي الفضايح لدرجه ان الجرسون شال الكوبايات والازايز اللي كانت قدامهم، كانوا هيطاحوا بعض بيها. جرسون محترم والله وشواف. وعدى اليوم وجه اليوم التاني، الملك هنا صحي عادي وكلمها في التليفون تاني وعمل كل اللي كان بيعمله زي كل يوم عادي. اتصل بواحده غيرها وراح قعد بيها في نفس المطعم وقعدوا ياكلوا ويروقوا على حالهم. وفجأة هنا الملك فاروق اتخنق من الجرافطة ومات. حصل له سكتة قلبية. مين اللي قال لكم ان عبد الناصر هو اللي موت ملك فاروق؟